النهاردة مش هتكلم عن مكان مهجور أو حاجة غريبة، لكن هتكلم عن حاجة أخطر من كده بكتير. هتكلم عن حاجة موجودة جوه دماغنا. هنتكلم عن إدمان الإباحية. لو سألتك دلوقتي إيه أول حاجة بتعملها لما تبقى متضايق أو زهقان أو مكتئب، أغلبنا هيرد ويقول إن هو بيحاول بيهرب من إيه أو بيروح فين. هو ده السؤال الحقيقي. الضغط بقى جزء من حياتنا، دراسة، شغل ومسؤوليات، مشاكل أسرية، خوف من المستقبل. كل دي حاجات بتخلينا ندور على أي حاجة تفصلنا عن الدنيا. بس المشكلة لما الهروب ده يتحول لفخ يخلينا عبيد لرغباتنا، وممكن تلاقي نفسك بتغرق في إدمان شكله من بره بسيط لكن من جوه مدمر. وعموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. عمرك سألت نفسك انت ازاي وقعت في ده؟ ولا فجأة لقيت نفسك بتعمله كده يوم ورا يوم لحد ما بقيت مش قادر تبطل؟ والمشكلة ان هي بتبدأ بحبة فضول، بوست، صورة، فيديو، وبعدها المخ بيبتدي يفرز هرمونات المتعة، وعلى راسهم الدوبامين اللي يخليك تحس بسعادة لحظية. بس المشكلة انك بتحتاج كل مرة جرعة اكبر علشان توصل لنفس الاحساس، وهنا يبدأ الادمان. والمشكلة الاكبر ان الادمان ده ليه اضرار مدمرة. انت بتكون فاكر نفسك ان انت بتستمتع، لكن للأسف انت بتخسر شوية بشوية، تخسر عاطفيا، بتعيش في خيال. ولما تيجي تطبق ده على ارض الواقع في حياتك الزوجية، بتتفاجئ ان مفيش حاجة شبه اللي شفته، فبتبدأ تزهق وتفقد الرغبة وتحس انك مش مرتاح. واضرار نفسية، بتحس انك دايما لوحدك، بتبعد عن الناس، بتفضل العزلة، وكل ما الوحدة تزيد ترجع لنفس العادة اللي هتخليك اكتر عزلة. اجتماعيا الكلام بيبقى صعب، مفيش مواضيع، ثقتك في نفسك بتقل، بترتبك، بتحس انك مش مكتفي من اي علاقة، وللأسف بتأثر على الشغل، التركيز بينهار، بتنسى حاجات بسيطة، مفيش طموح، بتاخد الإدمان كمسكن. كل ما تزهق تروح تشوف حاجة، كل ما تتوتر ترجع لنفس الدايرة. وللأسف العادة دي بالذات تعتبر كأنها ظاهرة طوارئ. تعبان، زهقان، مش عارف تنام، فاضي، الحل دايما يلا نشوف حاجة، وتدخل في حلقة مفرغة من الإشباع اللحظي. وللأسف بيليه الذنب وندم، وبعد يوم والتاني ترجع لنفس القصة، وبرضه تقول دي آخر مرة، ولسه ما خرجتش منها لحد دلوقتي. وبكده نشوف بقى ايه الحل، وازاي اقدر اكسر السلسلة ديت، وامتى اخد اول خطوة. ولو انت لسه معايا بقى لحد دلوقتي، فما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. عموما اول خطوة انك تبقى فاهم جسمك وعقلك بيحصل فيهم ايه بالظبط. المخ وقت المشاهدة بيفرز كميات كبيرة جدا من الدوبامين، اكتر من الطبيعي، عشان كده بتحس انك مبسوط. لكن لما بتيجي تعيش علاقة حقيقية، المخ بيبقى متعود على الجرعة الاعلى، فالعلاقة الحقيقية ما بتبقاش كفاية بالنسبة له، وبتحس بملل. ومن هنا تبدأ المشكلة. والحل قولا واحدا انك لازم تبطل. والقرار ده مش سهل، لكن لو عرفت ان مدة التعافي تاخد من 70 ل 90 يوم، مدة طويلة بس بعدها هتحس انك شخص جديد، نفسيا مرتاح، نظرتك للحياة اتغيرت، ثقتك رجعت مرة تانية. يعني مبدئيا لازم تحط خطة. يعني اولا كده تجنب المحفزات. يعني مثلا حدد امتى وليه وفين بتبدأ تروح للسكة دي. لو دايما لما تبقى لوحدك، يبقى قلل الوقت اللي بتقعد فيه لوحدك على قد ما تقدر. انزل، اخرج، اقعد على كافتيريا، حتى لو وحدك. اهم حاجة تبعد عن السيناريو اللي بيرجعك للعادة مرة تانية. تاني حاجة الرياضة اليومية، حتى لو مجرد 15 دقيقة جري بس. الرياضة بتفرغ الطاقة الزايدة، وبتقلل التوتر، وبتخلي مزاجك أفضل بكتير. تالت حاجة ممكن تحط أهداف واضحة، زي إنك مثلا تنجح في شغلك أو دراستك، وتعمل جدول تتابع فيه التقدم بتاعك، وتكافئ نفسك لما تحقق الإنجاز اللي أنت عايزه. بس المكافأة ما تكونش بالرجوع للعادة مرة تانية. رابع حاجة تشغل وقتك بحاجات حقيقية، تتعلم مهارة، تمارس هواية، المهم انك تعمل حاجة تحسسك بالانجاز الحقيقي. خامس حاجة والاخيرة انك ممكن تطلب ان حد يساعدك. يعني مثلا لو متجوز، حاول تخلي شريك حياتك يدعمك لو فعلا يتفهم الوضع. ونيجي دلوقتي لاهم حاجة، ازاي اقدر احمي اولادي من حاجة زي كده. اهم حاجة ان احنا ما نتعصبش. يعني مثلا لو لقيت ابنك بيتفرج على محتوى مش مناسب، الطريقة الصح هي ان الاب يتكلم مع الابن، او ان الام تتكلم مع بنتها بهدوء، ويفهمه إن الحاجات اللي بيشوفها دي مش طبيعية، وإن ده ممكن يأثر على دراسته ومستقبله وشخصيته، ويخليه يفقد احترامه لنفسه. وإن الكلام يكون لمرة واحدة بس، ويكون بصدق، وإن إحنا ما نضغطش عليهم بشكل مباشر، لكن كده نتابعهم من بعيد، وإن إحنا نبقى موجودين وقت ما يحتاجونا. وكمان ممكن نستخدم أدوات زي مثلا متصفح اسمه كده الويب براوزر، وده مخصص للأطفال، بيساعدك تمنع الكلمات أو الصور معينة من الظهور في البحث. وفي الآخر أنت مش لوحدك، بس القرار ده لازم يكون منك. الخروج من الإدمان يعتبر مش سهل، بس مش مستحيل.
بس محتاج منك شجاعة وصبر ونية صادقة إنك فعلا تبعد عن الطريق ده وتحافظ على عقلك وصحتك، وإن كل يوم جديد هو فرصة إن احنا نبدأ من جديد. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.